باسم الحركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في دير الزور نعلن حملة توقيع من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، ونطالب المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على الدولة التركية بالسماح بالتواصل مع القائد وعائلته ومحاميه، ونطالب بحرية القائد الجسدية. ضمن حملة التي أطلقها مجلس شباب دير الزور للحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، نحن طالب منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالضغط على تركيا من أجل رؤية القائد عبد الله أوجلان من محاميه وأهله، وكما نطالب بالحرية الجسدية له. باسم الاتحاد الرياضي بدير الزور نطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، ونطلب توضيح من لجنة مناهضة التعذيب CPT بالتوضيح عن حالة وضع القائد في سجن إمرالي، كما أن أوضاعه قد اتسمت بغموض كبير منذ ما يقارب أكثر من 22 شهرا من دون أن نسمع خبرا يفيد بحقيقة وجوده الطبيعي، ولا حتى تفسيرا قانوني يبرر حقيقة هذا الغموض أو الكتمان.